قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا كتنو ما يثمن الشهداء يقموث في سبيل الله أنو ذي الميتين ربي غيناك أنا ذي الحيين، أنا ذي الحيين، أنا نرزقي ترزقي من رب العالمين، أنا نتمتعن، أنا ذي الحيين، أنا نفرحان ذيني ولا ذي الفضل سندف كان ربي سنده يا ربي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال دايت ما من نفس تموت ولها عند الله خير، ولها عند الله خير، بل ولها أن الدنيا وما فيها يحب أن يرجع إلى الدنيا أو يسر أن يرجع إلى الدنيا. إن يكون لاش تنفسي ثلاثي مثل وذي علم أين يسعى في الخير غربي إن كثير من غادي بغادي يقلع الدنيث غاسو كان أزدفك ربي غيني نند الدنيث ذيني ننزيس يقول بغا لا يقل. أنا قال الشهيد قال إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وقرأ رواية صحيح البخاري قالت فيتمنى أن يرجع فيموت 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. أنا قال الشهيد أراذي مني إيوكنا ذي قلع الدنيث إيوكنا ذي عاوذ ذمت في سبيل الله ذين الجزرة ذين الجوالا ذي الفضل إزدف كان رب العالمين الشهادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سنين ربيا هل تشتهون شيئا تشهوان تشرا فسنين يا رب نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل في سبيلك، حتى نقتل في سبيلك يا رب. إن شهوة تخسرت في روحين النار أجثنا إيواكنا نعاوذ أن نمت في سبيلك. فرحم الله شهداءنا الأبرار، رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته.